بدي اعمل باستا كتير كتير طيبة. جبت عندي صدر دجاج، يمكن صدرين هول، وبقطعهم بهيدي. اول شي بقطعهم رفيع، وبرجع بقطعهم بالشكل بالطول. وغليت مي وحطيت فيها شوية ملح وسلقت باستا الباني، حتى على جنب بنطرها لحتى تستوي عقد ما مكتوب على الكرتونة. قليت الدجاج، واكيد كانت الكاميرا مطفية. بقليهم لحتى يحمروا شوي ويتحمصوا. برجع بقطع فطر فريش او معلب، ما بتفرق، اثنيناتهم طيبين مع هاي الاكلة. بقطع الفطر كمية ما العيار اللي بدكن اياه، حطهم فوق الدجاج، بخلطهم شوي مع بعضهم. يعني قبل ما يستووا بزيد عليهم كريم فريش، تقريبا نص كباية. هيدي هافي يعني تقيلة، سو بدها شوية مي فوقها حتى هيك تكسرها، وبس تغلي شوي بتتقل بترجع. حطهم شوي مع بعضهم، بخليهم لحتى تغلي غلوة وحدة. برجع بحط فوقهم سبانخ، يعني السبانخ بغيرها طعمتها لهيدي الباستا كتير بتصير طيبة. بحط سبانخ شوي وبقلبهم دغري دغري بيدبلوا السبانخ. وهون المعكرونة صارت جاهزة. لما يدبل السبانخ بدي احط المعكرونة فوقهم، بعد ما حطيت ولا بهار فوقهم. هون دبلوا السبانخ، بحط فوقهم المعكرونة اكيد على دفعتين، بشوف قديش الكمية من المعكرونة. صفيها شوي، بحطها فوق الباست فوق الخليط. بقلب النتفة. هلا بتشوفوا لانه ما خلصت الطبخة هيك رح ندخلها على الفرن بعد. بقلبهم، بحط عليهم بهار اسود وملح، اتركهم يعني يغلوا شوي مع بعضهم. شوية زعتر كمان، وبحطهم بصينية بدي ادخلها على الفرن. ما تفكروا انه المي يعني كتيرة، لا هلا بتنشف شوي بس ندخلها على الفرن. حتى على وجهها جبنة اي نوع بتحبوا، الموتزاريلا كتير طيبة معه. بزبطها بنضف لها اطرافها، برجع بزيد على وجهها شوية بهار اسود، بحط عليها جبنة بنضفها اكيد لانه هيدا الصحن له طرف. بحط عليها موتزاريلا، بدخلها على الفرن. اول شي بحب انا حمر الوجه، بعدين دور عليها من تحت، وهيك منقطعها. شكلها حلو كتير على الطاولة، وطعمتها كتير طيبة. السبانخ مع الكريمة والدجاج طعمته كتير طيبة. جربوها رح تحبوها كتير. هيك شكلها من جوا، وهول الطيبين اللي بقيوا الكريمة. خلصنا الباستا، نعمل فتة برغيف الخبز المقلي، شكلها حلو طعمتها طيبة. ننقع الحمص قبل بيوم، تاني يوم منلاقيه انه ضاعف حجمه، ننقله على الطنجرة اللي بدنا نسلقهم فيها، ومنغسلهم اكيد، ونكب المي، بنرجع منحطله مي نضيفة ومع نص معلقة كربونات بيكنج صودا. الكمية تقريبا نص كيلو حمص. لما تغلي المي بتطلع هيدا الابيض على الوجه، بنشيلها اكيد. وهون بعد شي نص ساعة صاروا نص استوى. بشيل كمية منهم اذا بدي اعمل مغمور، اذا بدي اعمل مغربية، يعني الشي اللي بالحمص بده يستوي شوي مع الطبخة. بشيلهم على جنب ليبردوا، وبكفي الاستوى شي ربع ساعة. انا بدي اياهم مش كتير على الاخر، شوي يكونوا مستويين. بقل صنوبر وبقص رغيف الخبز بهيدي الطريقة، شيل الأطراف يعني.
خليه شكله مدور وجالس. هول ما بكبن اكيد، برجع بقليهم وبستعملهم كمان لشي تاني، لفتوش لشي شغلة تانية. هيدا الرغيف قاعد بالمصفاية الكبيرة، هيك بدنا يكون شكله. هون لازم يكون الزيت حامي، بجرب بقطعتين خبز صغار. هون لما انقله صار الزيت يعني حامي. نزل المصفاية وبحط فيها المعلقة بهاي الطريقة، بكبسها منيح حتى تصير شكلها جالس، لأنه هيدا القاعدة تبعت الصحن اللي بده يقعد فيها. إذا ما كانت جالسة وما كبسنا بصير بيقلب الصحن. منبرمه بالأول على النص، يكون يعني يقسى من النص يتحمص، وشوي منمرقه على الأطراف. نحنا كمان بدنا يكون شكله هيك عامل مثل الرفل على الزوايا هيك. لما قسي شوي برجع بشيله وبقلي بالمحل ما بشوفه لونه أبيض، برمه هيك وبقلي. بشيله على قفا، بحطه على ورق مطبخ خليه يصفي. هون شلت الحمص لحتى فرزهم، والباقيين هون بدي اعمل فيهم فتة، وبدي اعمل فيهم كمان حمص متبل. انا ما بحب الحمص، ما بحب الفتة حط اللبن، بس لبن وملح. في ناس بتحب تحط طحينة وثوم، فيكن، بس بحسها تقيل شوي، لانه كمان اذا بدكن ليها لرمضان. بس ملح، ونحركهم مع بعضهم ونحطهم على جنب. بهالوقت منسخن منرجع الصنوبرات، وهيدا الصحن صفى من الزيت، منحط فيه الحمص بساع كمية منيح، يعني بطعم شخص وبزيادة كمان. منحط كمية الحمص، رش فوق الحمص كمون وملح. منرجع منحط فوقهم اللبن، ملح، نرجع نحط فوقهم اللبن. اكيد كله بده يشتغل الواحد على السريع، بس هيدي الطريقة ما بيتبول ما بيتشتش الخبز بسرعة. يعني اذا تش شوي من تحت او اول طبقة من الرغيف، الباقي بيضلوا منيح. وهون كان لازم خلي الصوت كرمال طشة. وما تحط البقدونس قبل، حتى لانه بيدبلوا من الزيت او السمنة تبعت الصنوبر. منزين بالبقدونس، وهيك شكله كتير حلو، وحتى طعمته طيبة. وقلتلكم مثل الخبز بيضله محمص وبقرمش. وهلا صار وقت التحلية. بدنا نعمل زنود الست بطريقة كتير سهلة. كنت قبل بمرة عاملة معكم عجينة البقلاوة. هاي هي نفس العجينة هاي. لما بفردها وخلص بشيلهم عن بعضهم، وبخلي يعني قطعة واحدة، انه عجينة واحدة. بجلسها بعملها مستطيل، وهول الأطراف حتى ما كبون كمان بحطهم كمان مستطيل صغير. بحط القشطة بالنص. هلا بحط لكم طريقة القشطة بصندوق الوصف. وهيك بلفها. أنا تركتها مفتوحة، بس انتو سكروها بشوية طحين ومي. وهي وحدة تانية كمان، كل الفرافيت بظبطون وعملت فيهم زنود الست. هلا بحط لكم لكن القشطة والقطر بصندوق الوصف، وحتى عجينة البقلاوة هيك بلفون. واذا بدكم فيكم تتلجون. انا هول كنت حطيتهم بالتلاجة، بشيلهم دغري من التلاجة على زيت حامي، وبنزلهم بالجهة اللي يعني بتكون مسكرة فيها، وبقلبهم بس يحمروا ويتغير لونهم. وهيك شكلهم بس يخلصوا
من المقلاية، بحاول صفيهم من المي الزيادة وبرشي عليهم هن وسخنين قطر، وإذا بدكن بس تاكلوا كمان ترشوا عليهم قطر، وزينتهم بشوية فستق الحلبة. هيك أطيب زنود الست ممكن تدوقوهم. جربوهم كل هالوصفات، إن شاء الله تكون حبيتوا الفيديو وعم تستفيدوا منه لوصفات برمضان. وشوفكم بإفطار بكرة إن شاء الله، ووصفات جديدة وتحلية جديدة. باي باي. وهيدا شكل زنود الست عن قريب.